شباب، سامعين صوت المكنة الكاليماري ضرب عليا أول ما رميت. بيحاول يسحب معايا خيط، وأنا عشان فاتح فاتح الدراج. بسم الله ما شاء الله، يا رب كملها على خير. عارفين أنا هعمل إيه؟ أنا هبتدي أركن العود. صباح الفل، أحلى استباحة. أنا دلوقتي الساعة 7 الصبح. الكاليماري أهو ما شاء الله. نلحق نرمي نشوف اللي وراه. نغسل اللبارة. لازم تغسل اللبارة بعد الكاليماري ما تطلع معاك، عشان الحبر اللي عليه هيروح وتأثيرها يبان. شايفين قدامي في هنا شعبة اهي، عبارة عن مجموعة أشجار. هي مجموعة أشجار. هو ممكن يكون في كاليماري مستخبي فيها، فأنا بحاول أرمي عليها على أساس إن هو لما يلاقي اللبارة قريبة ليه خالص وهو في مكان آمن بالنسبة له، ممكن يبتدي يتحرك ويخش عليها برضه. فالصياد لا ييأس، لازم يحاول يشوف حلول متعددة يخرج بيها من الأزمة اللي قدامه برزق وفير بتوفيق ربنا إن شاء الله. وزي ما احنا متعودين في قناتنا قلب صياد، زي ما بنتمتع مع بعض بمشاهدة الصيد سواء كان سمك أو كاليماري، لازم يكون في معلومة. ومعلومة النهاردة هي إنك لازم تغسل الرابيلا بتاعتك بعد كل صيد للكاليماري من الحبر بتاعه، عشان يرجع الرابيلا تظهر بألوانها ويبان تأثير الأكشن في الحركة بتاعتها، ما يبقاش متغطي بالحبر، لأنه بياخد وقت على ما بيطلع منها لو ما شلتوش فورا. فعشان ترجع رابيلتك تاني بشكلها ويبان تأثير ألوانها والحركة بتاعتها، لازم تغسلها بعد كل صيدة للكاليماري. هوبا، فك فك فك، بس ما باخش حبر، يعني ممكن ارمي عليه تاني. ولو لسه للحظة دي ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة ودوس سبسكرايب وفعل الجرس على الكل، عشان توصلك كل فيديوهات قلب صياد اللي كلها متعة وإثارة ومعلومة.
تانية يا شباب. صباح الفل عليكم، ما شاء الله، حتتين جمال اهو، والعين الجميلة بتاعته. برضو لازم ارجع واغسل رابلة الكاليماري من الحبر بعد خروج الكاليماري عليها، نتيجة ان هو بيخرج الحبر وبيغرقها حبر. فلازم كل مرة بعد صيد الكاليماري لازم اغسل الرابلة من الحبر قبل ما ارميها تاني، بس ده يكون سريعا عشان تلحق الكاليماري اللي موجود. فيا دوبك في اقرب مية ليك على الشط تغسلها بسرعة وتنزلها تاني. وزي ما وعدتك في قلب صياد ان مش هسيبك الا وانت احسن صياد، سواء كنت بتصطاد عذب او مالح. النهارده كنت بصطاد على شاطئ رملي، وده له تجهيز زي ما احنا شفناه دلوقتي، ان الخيط نازل وفيه الرابلة او لبارة الكاليماري على طول. لكن لو انت بتصطاد على شط فيه صخور وفيه وعر كتير، ده له سيت اب خاص احنا عاملينه هنا في قلب صياد. هيظهر اللينك بتاع الفيديو بتاعه على الشاشة دلوقتي، انصحك تشوفه وان شاء الله يكون مفيد ليك. هو عبارة عن سيت اب خاص بقلب صياد للصيد الكاليماري من الأراضي الوعرة أو اللي فيها صخور أو شعاب.